أتحدث الآن عن منتخب الجزائر، هذا المنتخب الذي هو وصيف النسخة الماضية. صحيح. انطلق في البطولة بقوة، حقق الفوز على منتخب أوغندا في مباراة الافتتاح. الكل اعتقد بأن منتخب الجزائر سيأتي لهذه البطولة بشكل مختلف، لكن المفاجأة كانت أنه حقق التعادل في 3 مباريات متتالية. ما هي الأسباب؟ وفي الحقيقة لنقول بأنه الجزائر من المنتخبات التي لم تكن جاهزة بشكل مثالي لهذه البطولة، حتى من الأواخر اللي يتأهلوا. قيل بأن الكاف طلب رسمي من الاتحاد الجزائري المشاركة في البطولة كمحاولة دعم، كما فعل ذلك مع الاتحاد المصري. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في القناة. اليوم إن شاء الله نشوفوا تحليل ديال بين سبورت عن حظوظ المنتخب الوطني في الربع النهائي لكأس أفريقيا أمام منتخب تنزانيا. المباراة غادي تكون صعيبة ببعض الشيء، ومتفائلين بالأسود الحمد لله يديروا شي نتيجة إيجابية ويتأهلوا للدور القادم. أصدقائي غادي نخليكم تشوفوا شنو قالوا على الحظوظ المنتخب الوطني المغربي، ونخليكم تشوفوا الفيديو حتى الآخر، وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش سبسكرايب لايك وشي كومونتير زوين. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام عبر بين سبورتس الإخبارية في قطر، أهلا وسهلا بكم إلى الشوط الثالث. وفي حلقة اليوم نناقش مستوى المشاركة العربية في بطولة إفريقيا للمحليين والجدل المتواصل حول أهمية المسابقة. أبدأ بك في الاستوديو هنا محمدي قبل أن ننتقل إلى عمرو فهمي. كيف تابعت مستوى هذه البطولة في دور المجموعات الذي ربما كان غريبا بالنسبة للمتابعين، بتواجد 5 منتخبات في 3 مجموعات و4 منتخبات في مجموعة واحدة؟ صحيح، ربما احتاج البعض حتى لأيام عديدة لكي يفهم نظام البطولة، لأنه مستحدث في الحقيقة نظرا لظروف ما طارئة حدثت ما قبل البطولة، بالتالي اضطر الجميع أن يرى بطولة فيها 5 منتخبات على غرائبية في التاريخ الكروي على الأقل الحديث في الحقيقة، ليست مكررة. بطولة ربما إن تمت مقارنة بالنسخة الأخيرة في الجزائر ربما أقل فنيا، وهذا ربما عائد لعدة عوامل، لأن الجزائر فيها ظروف أفضل على الصعيد اللوجستي، على صعيد البنية التحتية، كان الحضور الجماهيري كذلك أفضل في الحقيقة، باستثناء مباريات المنتخبات المنظمة للبطولة كانت المدرجات خالية فعليا، لكن كانت البنية التحتية جيدة في الحقيقة. يعني الملاعب الرسمية على الأقل البطولة لم تكن بذلك السوء، خاصة أرضيات الميدان، خاصة في أوغندا بدرجة أولى، وإن كان ثمة اختلافات فيما يتعلق بالطقس، وهي مسألة بكل تأكيد ستؤثر على المنتخبات لاحقا، تلك المنتخبات التي ستنتقل مثلا من أوغندا إلى تنزانيا، لأن الجو مختلف، رطوبة أعلى في هذه الفترة بالضبط في تنزانيا بشكل مرتفع جدا. لكن عموما أنا أعتقد أنه المنطق على الصعيد الفني ربما فرض نفسه إلى حد بعيد. تأهلت المنتخبات التي من المنطق أن تنافس على البطولة، خاصة المنتخبات العربية، السودان، المغرب، الجزائر، منتخبات مرشحة بقوة في هذه البطولة. بقاء كذلك المنتخبات المنظمة للبطولة بكل تأكيد يعطي ربما مكانة أو امتياز للبطولة بحكم التواجد الجماهيري. شاهدنا في الحقيقة مدرجات ممتلئة، خاصة في كينيا بدرجة أكبر، في أوغندا وتنزانيا بدرجة أقل. فبالتالي بقاهم في البطولة بكل تأكيد يضفي شيء خاص في الحقيقة للبطولة، حتى وإن كان التأهل بدرجة أولى أوغندا كان صعبا، نحتاج لما يشبه معجزة بالحقيقة. لكن ومسار البطولة في الحقيقة في ربع النهائي يبدو أنه تنتظرنا مباريات أعلى، لأن هناك مسارات في الحقيقة إن توجد سنرى مباريات بمستوى عالي جدا. احتمال السودان المغرب مثلا، احتمال مشاهدة ديربي مغاربي مثل المغرب الجزائر. هناك تساؤلات أكيد على بعض مستويات الفنية لبعض المنتخبات التي لم يكن تحضر البطولة بشكل مثالي مثل الجزائر، بما أثر ذلك على مستوى الفريق. شاهدنا المغرب كذلك ربما بدأوا بشكل غير مثالي، لكن مع الوقت مستوى الفريق تحسن. السودان كان المنتخب الأكثر ثباتا على صعيد المستوى، كانوا الطرف الأفضل في مباراة ضد الكونغو، الطرف المثالي في الحقيقة ضد نيجيريا، وكانوا كذلك الطرف الأفضل ضد السنغال. بالتالي ربما السودان هو المنتخب أكثر استمرارية أو ثبات على المستوى. موريتانيا خيبة أمل بالحقيقة، سنأتي لها لاحقا لأن التوقعات كانت ضخمة تجاه البطولة. سنتحدث عن كبير جدا على هذه البطولة، سنتحدث عن هذا الأمر لاحقا عمرو، لكن دعني أعود إلى محمد العلوي وأبدأ بالحديث عن أول المنتخبات التي عبرت إلى الدور ربع النهائي من المنتخبات العربية. كان المنتخب المغربي الذي حقق 3 انتصارات في مجموعته الأولى، لكنه تعرض لخسارة واحدة كانت أمام منتخب كينيا. كيف تابعت مشوار المنتخب المغربي في هذه البطولة، الذي كان البعض يعتبر المغرب أنه من المنتخبات المرشحة للتتويج بهذا اللقب بعد تتويجه من قبل باللقب مرتين؟ صحيح، ولا زال مرشح نعتقد نابغ بحكم انه يمتلك امكانيات على الصعيد الزاد البشري من الافضل في البطوله. لكن ما حدث بالحقيقه كان صعبا، انه في اخر لحظه جزء كبير من اللاعبين اللي كان الاعتماد عليهم غادروا
الى الاحتراف. التحيف مثلا ذهب الى مصلال هنا في قطر، اكرم نقاش ذهب الى الدوري الاماراتي مع كردوفان، الحسين رحيمي كذلك اخو رحيمي سفيان ذهب الى العين. فبالتالي المنتخب كانما خسر لاعبين في لحظه الحاسمه، يعني في اخر ايام او ايام قبل بدايه البطوله. بالتالي ربما احدث هذا مشكله في الحقيقه في مساله الانسجام، لانه ما كان يعتمد عليهم لم يعدوا موجودين. بالتالي اضطر المدرب لاستدعاء لاعبين ربما اكثر خبره. تلاحظ انه شكل المنتخب لم يكن مثالي بكل تاكيد. المغاربه كانت لديهم ردة فعل سلبية خاصة بعد خسارة ضد كينيا، مشاكل الدفاعية، شاهدنا مشكلة العمق. والمشكلة الأساسية أنه في المباراة القادمة ليست لديهم مدافعين، بحكم لديهم غيابات عديدة بحكم تراكم البطاقات على الصعيد العمق الدفاعي. لكن عموما أنا أعتقد أنه عطفا على الظروف الصعبة اللي عاشها طارق سكيتيوي اللي قادم بتجربة ناجحة مع المنتخب في الأولمبياد الأخير، أنه بحكم خسارته لاعبين حاسمين جدا في اخر لحظه، انا اعتقد ان الوصول لهذا المستوى لحد الان، لان المنتخب تحسن في الحقيقه، يلعب كره قدم في استحواذ عالي، خلق العديد من الفرص، لديهم هداف البطوله لا ننسى ذلك. في اخر مباراه قدموا اعتقد افضل نسخه قدموها في البطوله، بالتالي ثمه هامش تطور من الواضح تدريجي في المنتخب. لكن تحدي الان ستكون رحله تنزانيا، لانه مناخ مغاير، ستلعب امام 70-80 الف متفرج في درجه حراره مرتفعه ورطوبه مرتفعه جدا. بالتالي سيكون ذاك تحدي حقيقي بالنسبه لهؤلاء اللاعبين، خاصه مع الغيابات الكبيره جدا. لكن لا ننسى ان المغرب لديه تقاليد كبيره جدا في هذه البطوله. في الحقيقه كما قال عمرو، فاز مرتين متتاليتين بالبطوله عندما نظمهما او نظم احدى نسخهما. النسخه الثانيه كانت في الكاميرون مع حسين عموته، فاز بسهوله بالحقيقه بدون اي مشاكل. وكان بفضل هذه البطوله كذلك انتجت المغرب لاعبين وصلوا لاعلى مستويات. الكعبي مثلا مهاجم اولمبياكوس خرج هذه البطوله فعليا، كان هداف البطوله عندما نظمها المغرب وفاز بها بدون مشاكل كذلك. فبالتالي المغرب يعتبر احدى الدول تقليديا لديه، لا اريد ان اقول اهتمام لهذه البطوله، لكن على الاقل احترام لهذه البطوله. بالتالي يشارك بمنتخب على الاقل محليين. ان كان مقترح البطوله الماضيه في الجزائر انه يشارك بمنتخب اقل من 23 سنه، لم يشارك لاسباب لا داعي للمرور عليها. فبالتالي اعتقد هناك تحسن، هناك مؤشرات ايجابيه خاصه في اخر مباراه. فبالتالي اعتقد انه يجب دائما وضع المغرب نابغه كاحد المرشحين لهذه البطوله. اتحول اليك عبر الحديث عن المنتخب المغربي مع مدرب لديه خبره كبيره، طارق سكيتيوي، هذا الرجل الذي قاد منتخب المغرب في اولمبياد باريس 2024. لكن اريد ان اتحدث عن مواجهه ربع النهائي التي ستكون قويه، وسيكون اختبار صعب للمغرب امام منتخب كبير بقيمه منتخب تنزانيا الذي لديه انديه كبيره كعزام، اضافه الى سيمبا وايضا يانغ افريكانز، هذه الانديه التي تطورت بصوره كبيره مؤخرا في القاره السمراء. صحيح، المنتخب المغربي منتخب له باع، يعني وكما أكد محمد قبل قليل، ولكن هو ربما اختبر فكرة اللعب أمام صاحب الأرض بمباراة كينيا في ثانية مبارياته في هذه البطولة، والتي خسرها بشكل غريب بهدف دون رد. يعني ربما هذه المباراة أعطته فكرة نوعا ما ينتظره أمام تنزانيا، وإن كان المنتخب التنزاني أقوى من الكيني بكثير، لأن كما قلت نابغ المنتخب التنزاني الأول حتى يعتمد بالدرجة الأولى على اللاعبين الذين ينشطون في الدوري المحلي، سيمبا، يانغ افريكانز، عزام. هذا الثلاثي من الأندية يمتلك من الموارد المالية ما يؤهله ويمكنه من الحفاظ على أفضل اللاعبين دون أن تغريهم عروض الاحتراف الخارجية، بل حتى هذه الأندية تستقطب لاعبين من مناطق مختلفة في إفريقيا، من الكونغو الديمقراطية، من غانا، من بوركينا فاسو، يعني شاهدنا الكثير من اللاعبين يحترفون في هذه الأندية. وبالتالي المنتخب التنزاني سيكون أصعب بكثير على المنتخب المغربي من نظيره الكيني. كينيا حينما أعلنت صاحبة القرعة في نيروبي واحدة مع المغرب وزامبيا وأنغولا والكونغو الديمقراطية، كان يعني الجو في الصالة أو القاعة التي ساهمت فيها القرعة جو يعني تشاؤم كبير جدا بأن المنتخب الكيني سيتذيل هذه المجموعة. صحيح كينيا تصدرت في النهاية، لكن هذا يعطي مؤشرا علل القوة النظرية حتى لهذا الفريق. الوضع سيختلف مع تنزانيا، حتى ملعب بنجامين مكابا في دار السلام ربما يعني يتسع إلى 60,000 متفرج وربما أكثر من ذلك. نعرف في أفريقيا لا يوجد دائما الالتزام بالسعة القصوى للملاعب. أيضا المنتخب التنزاني حتى على مستوى الرصيد البشري لديه هداف أكثر من ممتاز، وكليمنت مزيزي الذي يلعب في فريق يانغ افريكانز ومرشح بقوة، أو صارت أنباء يعني كبيرة عن انتقاله لنادي صلال القطري بعد نهاية البطولة مباشرة، لا نعرف، ولكن ربما سيتأكد هذا بعد انتهاء البطولة. وكان حتى قبل البطولة صارت شائعات حول
اقترابه من الزمالك هنا في مصر، وبالتالي هو لاعب هداف. صحيح سجل هدفين فقط وليس ثلاثة كمتصدري ترتيب الهدافين في البطولة، ولكنه لاعب قناص بإمكانه إرباك الدفاع المغربي واستغلال حتى بعض المشكلات الدفاعية التي ظهرت على أسود الأطلس في الدولة الأول. إذن ستكون مواجهة صعبة للغاية حتى على مستوى الطقس. يعني دار السلام على البحر مباشرة، نسبة الرطوبة أعلى بكثير من نيروبي التي هي ليست على الساحل الشرقي لإفريقيا من الناحية الجغرافية، وكذلك من الناحية الفنية كما أوضحنا. يعني ستكون مباراة صعبة، ولكن تقاليد المنتخب المغربي، خبرة طارق السكتيوي كمدير فني وحتى كلاعب. يعني طارق السكتيوي كان بطلا لإفريقيا مع منتخب شباب المغرب أظن عام 97 إن لم تخني الذاكرة. يعني هذا الرجل بخبرته كلاعب وكمدرب وما حققه من ميدالية أولمبية تاريخية في باريس العام الماضي، أعتقد أن المغرب قادر على تجاوز هذه العقبة، حتى وإن كان سينتقل إلى مناخ مختلف نسبيا عما ألفه طيلة الدور الأول في نيروبي. أتحول بكم مشاهدينا الآن إلى المجموعة الثانية التي كان فيها منتخب المرابطون، المنتخب الموريتاني الذي غادر هذه البطولة. حمدي، تحدث عمرو على أن منتخب المرابطون ربما قد تضرر بصورة كبيرة من أنه لم يلعب في الجولة الأخيرة، لكن كيف تقيم أداء المنتخب الموريتاني عموما في هذه البطولة؟ بكل تأكيد نابغ، لكي نكون صريحين كانت مشاركة مخيبة بغض النظر عن السيناريو الصعب الخروج، وبغض النظر عن حصول المنتخب على 7 نقاط. الفرق بالنهاية كان هدف مع مدغشقر، لكن موريتانيا عطفا على تاريخها في البطولة خاصة النسخة الأخيرة، عطفا على الخيارات التي دخلوا بها، كانت انتظارات أكبر في الحقيقة. كانت هناك توقعات بأن المنتخب يستطيع أن يتقدم خطوات في البطولة على الأقل ربع النهائي لما لا نصف النهائي، لأنه في النسخة الماضية خرج بطريقة بالحقيقة كان الطرف الأفضل ضد السنغال، خرج في ربع النهائي. أتحدث الآن عن منتخب الجزائر، هذا المنتخب الذي هو وصيف النسخة الماضية. صحيح. انطلق في البطولة بقوة، حقق الفوز على منتخب أوغندا في مباراة الافتتاح. الكل اعتقد بأن منتخب الجزائر سيأتي لهذه البطولة بشكل مختلف، لكن المفاجأة كانت أنه حقق التعادل في 3 مباريات متتالية. ما هي الأسباب؟ وفي الحقيقة لنقول بأنه الجزائر من المنتخبات التي لم تكن جاهزة بشكل مثالي لهذه البطولة، حتى من الأواخر ليتأهلوا. قيل بأن الكاف طلب رسمي من الاتحاد الجزائري المشاركة في البطولة كمحاولة دعم، كما فعل ذلك مع الاتحاد المصري. نسخة هذا المنتخب أساسا في الحقيقة أو نواة اللاعبين على الأقل هم نفس اللاعبين الذين وصلوا للنهاية في النسخة الأخيرة ضد السنغال وخسروا بركلات الترجيح، مع نفس المدرب طبعا مجيد بوغرة اللي يرافق كذلك جمال مصباح المدافع السابق أو الظهير الأيسر لنادي ليتش الإيطالي، واللي كان معاه في النسخة الأخيرة مع مطمور كذلك. أنا أعتقد أن النواة هي نفسها، لأنه محيوص لا زال هو مهاجم المنتخب، مريزق لا زال هو لاعب ارتكاز قادم للأسف من تجارب ليست ناجحة على الصعيد الأوروبي بعد ما قدم نسخة كان فيها أفضل لاعب في البطولة فعليا في النسخة الأخيرة، واللي من خلالها احترف لكن للأسف لم يوفق. الدراوي لا زال متواجد مع المنتخب وهو حاليا بدون أو مع المولودية الجزائر، سابقا لم يكن بنادي لا يعيش فترة ممتازة. مزيان موجود كذلك، بالتالي نواة المنتخب هي نفسها. لكن على قولة مجيد بوغرة أنه التحضير لم يكن مثالي، 15 يوما فقط كانت هي الأيام التي حصل عليه المدرب لمحاولة تجهيز المنتخب. صحيح أنه قبل شهرين لعب مباريات ودية، خاصة فوز على رواندا التي يدربها بالمناسبة عادل العمروش الجزائري، لكن نسخة المنتخب باستثناء كما ذكرت المباراة الأولى منتخب ربما لا يؤدي أفضل حالاته، لأن أصلا نجوم المنتخب لا يعيشون أفضل أيامهم في هذه الفترة، سوى مريزق الذي يعيش فترة صعبة كما ذكرت، محيوص ليس في أفضل حالاته، ليس محيوص قبل موسمين. لكن المهم هو التأهل. يعني مشاهد رد فعل بوغرة يوم أمس في المؤتمر الصحفي يعرف بأنه إلى حد ما سعيد، لأنه يعتقد بأن الظروف ما قبل البطولة كانت صعبة جدا، وبالتالي التأهل وإن كان صعبا يعتبر هدف مهم جدا. والآن كل شيء مفتوح أمام السودان، وإن كان السودان أعتقد أن الجزائر لم تكن تبحث عن السودان كخصم ولا السودان كان يبحث عن الجزائر كخصم، وبعد ذلك هناك احتمالية كذلك مواجهة إما تنزانيا والمغرب. بالتالي هذا المسار يبدو مسارا معقدا صعبا أكثر تعقيدا من المسار الآخر. الجزائر تحتاج أن تتحسن في الحقيقة لكي تكون يعني مرشحا على السودان، لأن السودان أعتقد أنه على الأقل عطفا على ما شاهدنا من البطولة قد يكون يمتلك ظروف أحسن كمرشح من الجزائر نفسها، لأنه هذا المنتخب ليس جاهز لكأس العرب وهي الهدف المهم جدا. هذا السؤال الذي أريد أن أطرحه عليك الآن، هل هذه البطولة تكون بالنسبة لمجيد بوغرة تحضير لبطولة كأس العرب بالمقام الأول؟ بالضبط، بكل تأكيد. أنا أعتقد أن الجزائر الفكرة الأساسية بالنسبة بالضبط أنه الهدف الحقيقي والأسمى هو محاولة
حصد لقب العربي، الجزائري حاملة اللقب. صحيح أنه المنتخب سيتغير على صعيد العناصر، لأنه هناك احتمالية أن يكون بونجاح مثلا في المنتخب، بلايلي لما لا، هناك احتمالية أكثر من عنصر سيتم إضافتهم للمنتخب، رغم أنه مجيد بوقرة أكد بأنه هناك اتفاق مع بيتكوفيتش، واتفاق يقول بأنه اللاعبين اللي سيشاركون في كأس العرب لن يشاركون في كأس أفريقيا. بالتالي سيتم الاتفاق بين المدربين بكل تأكيد على استدعاء اللاعبين اللي يستغني عن المنتخب الأول في مقابل مشاركتهم في كأس العرب. لكن أكيد النسخة يعني على صعيد العناصر، على صعيد الجودة ستكون أفضل من ناحية الخيارات. لديك لاعبين بمستوى عالي جدا يمكن إضافتهم بكل تأكيد، سيحسنون من خيارات الجودة. لكن الهدف الحقيقي هو كأس العرب بكل تأكيد. يعني من شاهد النسخة الأخيرة من كأس العرب كيف فازت الجزائر، أنا أعتقد هناك رغبة كبيرة في الجزائر، في الداخل الجزائري، في الجمهور الجزائري بالحفاظ على اللقب، لأنه هذا هو الهدف الحقيقي. وأعتقد أنه مجيب بوقرة أصلا والمشاركة في هذه البطولة هو محاولة تكوين منتخب جاز للصراع على اللقب العربي. أتحول بكم مشاهدينا إلى المجموعة الرابعة التي تواجد فيها المنتخب السوداني. هي مجموعة تحدث عنها الجميع بأنها هي المجموعة الأصعب في هذه البطولة، بتواجد المنتخب السنغالي حامل اللقب إضافة إلى نيجيريا والكونغو، منتخب الكونغو برازافيل. أتحول إليك عمرو، أنت أكثر الأشخاص ربما تدرك قيمة كواسي أبيا الذي يقود المنتخب السوداني الذي دخل إلى هذه البطولة. ربما لم يرى البعض بأن منتخب السودان قادر على المرور من هذه المجموعة، لكن بخبرة هذا الرجل الغاني استطاع منتخب السودان أن يخرج منها متصدرا. صحيح، كويسي أبيا لدي معه ذكرى ليست سعيدة لي، لأنها كانت أول مباراة أغطيها، وكانت مصر ضد غانا في تصفيات مونديال 2014، وفازت وقتها غانا تحت قيادة كويسي أبيا ب6 أهداف ل1. على كل حال كويسي أبيا مدرب متمرس في إفريقيا، وسبق وعمل على مستوى الأندية حتى في السودان. الآن هو يعني وضع يده أظن على الكثير من النقاط التي سترفع من حظوظ صقور الجديان حتى في كان المغرب، لأن يعني كما تحدثنا من قبل يعني وأخبرتني أن التحضير لهذه البطولة كان محدودا للغاية للمنتخب السوداني، ومع ذلك جاء المردود أكثر من ممتاز حتى الآن. يعني رغم غياب محمد عبد الرحمن القربال طبعا هداف الهلال، ولكن حتى يعني لفت نظري بشكل شخصي ثنائي الهلال الآخر عبد الرؤوف وصلاح عادل، يعني كان في الموعد. يعني المنتخب السوداني أعتقد أنه ظهر في أفضل شكل ممكن، لعب البطولة بأعصاب هادئة دون ضغوط ودون استعجال، رغم أن المجموعة قوية جدا يعني في وجود تحديدا الكاميرون والسنغال، ولكنه حتى ربما قد استفاد من أجواء الاسترخاء الموجودة في جزيرة زنجبار، وبالتالي يعني كانت خير مقام له في الدور الأول، وسيبقى عليها في دور الربع النهائي ربما حين يستقبل المنتخب الجزائري، وهذا ربما سيعطيه أفضلية في تلك المباراة المتوقعة. أعتقد أن الأمور بشكل عام تشير إلى حصول المنتخب السوداني على درجة الامتياز، لأن يعني حتى في الآونة الأخيرة الكثير من اللغط أحاط بالكرة السودانية، يعني منذ بدء الحرب ومسألة التوقف الدوري وانتقال والمريخ إلى الدوري الموريتاني وانتخابات الاتحاد يعني الكثير من الأمور التي كان من شأنها ربما أن تنعكس بالسلب على جاهزية تحضير اللاعبين. ولكن كما كان اللاعبون في الموعد في تصفيات الكان وتقريبا هو نفس القوام للمنتخبين، يعني وأقصوا المنتخب الغاني القوي، هم الآن في الموعد أيضا في الشام. وربما يبدو المنتخب السوداني بالنظر إلى المباريات التي لعبها وأدائه على أرضية الميدان لا تستغرب أن وضع بين المرشحين للقب في هذه النسخة. وأعتقد أن مباراة الجزائر ستكون هي الاختبار الحقيقي لنوايا المنتخب السوداني في هذه البطولة. صحيح المنتخب الجزائري ليس في أفضل حالاته كما ذكر محمد قبل قليل، واعتماد على أسماء قديمة، ولكن في نهاية المطاف يظل منتخب له وزنه على أرضية الميدان. إذا نجح السودان في تجاوز الجزائر في المباراة المقبلة، أظن أن المنتخب السوداني لديه كل المؤهلات للذهاب بعيدا في هذه البطولة، ولما لا السعي لرفع الكأس، وهذا ليس قليلا على السودان، وهو واحد من مؤسسي الكاف ومستضيف أول بطولة لكأس أفريقيا عام 1957. حمدي،
منتخب السودان غادر إلى هذه البطولة بدون تحضير. كواسي آبيا جمع فقط اللاعبين، سافر مباشرة إلى زنزبار من أجل المشاركة في هذه البطولة، من ثم دخل إلى هذه البطولة بدون هدافه محمد عبد الرحمن وأيضا بدون رمضان عجب، هم أهم لاعبي المنتخب السوداني. لكن في النهاية بدأ البطولة بشكل تصاعدي، تعادل مع الكونغو في الجولة الأولى، من ثم فاجأ الجميع بفوز كبير ومبهر ورائع أمام نيجيريا، وأخيرا أمام السنغال تعادل في مباراة ربما كان المنتخب السوداني هو المسيطر على هذه المواجهة. في كل مباريات السودان كان فيها السودان الطرف الأفضل. أنا أعتقد أنه ربما الشيء اللي قد يجعلنا نتردد في ترشيح السودان كأحد المنتخبات التي يجب أن تسعى للفوز باللقب ربما هو صعوبة التحضير وعدم إيجاد ظروف مثالية فيما يتعلق بمعسكر المنتخب، أنه تم تجميع اللاعبين في آخر نظرا للظروف الصعبة التي تعيشها السودان. في النهاية هو المفارقة الغريبة أنه منتخب السودان على الأقل في آخر عقدين أو ثلاثة يحقق نتائج الأفضل عندما في الظرفية التي الأصعب في تاريخ الدولة السوداني الحديث على الأقل. أنه ظروف صعبة جدا من حرب، دوري توقف، ذهبوا إلى موريتانيا، بعد ذلك قاموا بدوري مختصر مقلق في ظرفية زمنية قصيرة جدا. مع كل هذا المنتخب يؤدي نتائج تاريخية في الحقيقة، سواء في تصفيات كأس العالم إن تعلق الأمر بالمنتخب الأول أو حتى في تصفيات كأس أفريقيا، حيث كانت مجموعة صعبة تأهل فيها السودان كطرف قوي جدا في الحقيقة. في غالبية المباريات يبدو منتخب يمتلك شخصية ثقة كبيرة جدا. شاهدنا ضد نيجيريا كيف يسجل من كل عرضيات من بعيد، عرضيات من قريب، عرضيات للداخل، عرضيات للخارج. شاهدنا فرحة المدرب في الحقيقة التي تنم ربما عن الكثير من السعادة في الحقيقة نظرا للظروف الصعبة في الحقيقة. فبالتالي أنا أعتقد أن السودان يجب دائما يكون مرشحا، لأنه نواة المنتخب النهاية هم لاعبي الهلال والمريخ، المنتخب الأول أصلا، فبالتالي لا توجد تغييرات كبيرة جدا حتى وإن كان هناك محترفين أكيد. لكن عطفا على مستوى الفريق في دور المجموعات أرى بأن السودان يجب أن يذهب بعيدا في البطولة في الحقيقة. لا أعتقد أن السودان سيكونون سعداء جدا بالمغادرة إن حدثت الخسارة ضد الجزائر، لأن المنتخب في الحقيقة أبان على مستوى رائع جدا رغم صعوبة ظروف تجهيز المنتخب. الأمل في عودة المصابين، محمد عبد الرحمن بدرجة أولى وإن كانت صعبة، مع عبد الرؤوف. أنا أعتقد أنه يمكن رؤية السودان فعليا في نصف النهائي. لما لا؟ لأنه أعتقد أن المؤشرات الفنية على الأقل السودان يبدو في وضعية أفضل من الجزائر، فبالتالي إن تأهل لا يمكن اعتبارها إطلاقا مفاجأة. هي مواجهات دور ربع النهائي لبطولة أفريقيا للمحليين ستكون كالآتي: كينيا ستواجه مدغشقر، وتنزانيا ستواجه المغرب، أوغندا ستلعب مع السنغال، والسودان سيلعب مع الجزائر. إذ ذهبنا إلى اللغط الكبير عمرو الذي يدور حول هذه البطولة الآن، هذه هي نسخة العام 2024، لكن النسخة القادمة التي من المفترض أن تكون في العام المغرب، أوغندا ستلعب مع السنغال، والسودان سيلعب مع الجزائر. إذ ذهبنا إلى اللغط الكبير عمرو الذي يدور حول هذه البطولة الآن، هذه هي نسخة العام 2024، لكن النسخة القادمة التي من المفترض أن تكون في العام 2026. في ذلك العام سيكون هناك بطولة الكان التي ستقام في المغرب، وأيضا سيكون هناك بطولة كأس العالم. هذا هو الأمر الذي يتساءل عنه الجميع: ما الجدوى من هذه البطولة؟ في الواقع الجدوى في هذه البطولة ظهرت يعني عام 2009 حين كان الكان يقام بمشاركة 16 منتخبا. تلك المنتخبات وقتها كانت تمثل القوة التقليدية في القارة الإفريقية، وبالتالي كان عمادها الرئيس تحديدا منتخبات غرب إفريقيا، نيجيريا، الكاميرون، غانا، السنغال، كان عمادها، وحتى المغرب عمادها الرئيس كان دائما يلعب خارج إفريقيا أي في القارة الأوروبية، وبالتالي لا يحصل اللاعبون الأفارقة الذين ينشطون في دورياتهم المحلية على الفرصة لتمثيل منتخباتهم ولا يحصلون على الفرصة للتألق. شاهدنا في النسخة الأولى في كوت ديفوار التي فازت بها الكونغو الديمقراطية كيف تألق تريزور مبوتو نجم تيبي مازيمبي. شاهدنا في نسخة شان السودان كيف تألق العديد من اللاعبين الذين أفادوا منتخبات مختلفة، سواء مع تونس التي توجت باللقب أو حتى الجزائر استفادت مثلا بالعربي هلال السوداني في تلك البطولة على ما أذكر. كذلك في النسخ التالية بدأ بعض اللاعبين يعني أسماء تنجب من هنا وهناك: أيوب الكعبي في سفيان رحيمي، فيما بعد ذلك في شان الكاميرون حسام الدين مريزق النجم الجزائري في الشان الماضي، لامين كمارا النجم السنغالي في الشان الماضي، وانتقل بعدها إلى موناكو، إلى ميدز، من ميدز إلى موناكو الفرنسي، يعني ارتقى السلم وأصبح عنصرا رئيسا في تشكيلة أسود التيرانجا المنتخب الأول. يعني هذه البطولة عادة ما تنجب الكثير من اللاعبين
ذوي المواهب الذين لم تتح لهم فرصة الاحتراف في أوروبا مبكرا. كذلك أيضا هي يعني فرصة ومنجم للاكتشاف للكشافين وللوكلاء وللأندية الأوروبية التي تبحث يعني عن المواهب غير المدفونة بين قوسين، لأن حين تذهب إلى الكان كنت تجد أسماء على غرار صامويل إيتو، ديدي دروغبا، أسماء معروفة. أما حين تذهب إلى الشان فمستوى المجهول أو مساحة المجهول أكبر بكثير من مساحة المعروف، وبالتالي الفرصة أكبر للعثور على أحجار ثمينة. أيضا بعض المنتخبات كانت تجد فرصة للتأهل إلى الكان، وبالتالي فرصة المشاركة القارية تبرز من خلال الشان، وهذا هو ربما ما ينطبق مثلا على حتى يعني شرق إفريقيا في هذه البطولة نفسها. كينيا آخر مرة شاركت كانت في كان مصر 2019، لم تشارك منذ ذلك الحين. كانت بحاجة إلى استعادة أجواء كرة القدم والبهجة وهي تنظم البطولة. يعني منتخبات أخرى دائما مدغشقر، النيجر، يعني منتخبات تبتعد نوعا ما عن الكان أو ليست لها حظوظ كبيرة في الذهاب بعيدا في الكان، فتكون الشان فرصة كبيرة لها للذهاب بعيدا. هذه البطولة هل تستمر أم لا؟ أعتقد أن الذي يجيب على هذا السؤال بالدرجة الأولى هو حجم العوائد المادية التي تعود للكاف من خلال عقود الرعاية والبث التلفزيوني، إن كانت كافية أم لا. وبالتالي الطلب هو الذي يحكم مستقبل هذه البطولة، لأن حتى الإدارة الحالية للكاف برئاسة باتريس موتسيبي كانت قد ضاعفت الجوائز المالية للمنتخبات المتوجة أو التي سترتقي منصة التتويج سواء المركز الأول أو الثاني أو الثالث قبل هذه البطولة، كنوع من الجذب وجذب المنتخبات التي عزفت عن المشاركة لسنوات طويلة مثل مصر مثلا. ولكن في النهاية تبقى أيضا هذه البطولة يعني كبروفا بين قوسين أو كتجربة للدولة التي تستضيف الكان. شاهدنا هذا في الكاميرون شان 2020 ثم كان 2021، نشاهد هذا في شرق إفريقيا شان 24 ثم كان 27. هل الشان العام المقبل إذا قدر له أن يقام العام المقبل، والمفترض أن يقام في ظل وجود كأس العالم ووجود كان المغرب في بداية العام، لا أعرف متى، ولكن إذا أقيم هل سيحصل عليه بالضرورة مستضيف كان 29 الذي لم يحدد حتى الآن؟ كلها أسئلة تدور حول مستقبل هذه البطولة. ولكن الكاف عودنا دائما أن القرارات تأتي في اللحظات الأخيرة.